واللي كتب عنه صالحين تذوقوه. والناس اللي ليها فلسفة في الحياة وفي العلاقة مع الله دايما يكتبوا عن مستويات الرضا. وأصل الرضا مش بيكون عن الأحداث، أصل الرضا بيكون حالة من الطمأنينة للرب خالق الأحداث، إن أنا مستحيل أضيع في وجود حكمته ورحمته وعلمه بحالي. فكل ما العبد يتعرف على الله كلما يطمن لله، فتسكن روحه تحت مجاري الأقدار. ويتسأل الحسن البصري: من أين أتي الخلق؟ يا ناس تعبانة من إيه؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين تأتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. كل ما تعرف ربنا كل ما تطمن له، كل ما تطمن لأفعاله اللي هي أحداث الحياة. ومن ضمن التعريفات الجميلة للرضا لما سئل سيدنا يحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول: إذا أعطاني الله قبلت، وإذا منعني رضيت، وإذا تركني عبدت، وإذا دعاني أجبت. إذا أعطاني قبلت، سواء كان العطاء ده أقل مما تتوقع أو أكتر مما تتوقع، وسواء كان عطاء مادي في المقتنيات أو الأموال أو عطاء معنوي في العبادات والمعاني، ما دام أنت سعيت وتعبت يبقى من الرضا قبول عطاء الله سبحانه وتعالى بعد سعيك ده. الكلام ده في الأشياء المادية وفي المعاني، حتى العبادات. في عبادات مفتوح عليك فيها دلوقتي وانت بتسعى لها، وعبادات تانية واحدة واحدة بتحاول تسعى ليها ولسه لم يفتح عليك فيها، فكمل سعي وانت راضي. بعض أصحابنا يبقى عامل حسابه يكسب 100 في تجارة معينة فيكسب 80، فتقول له أخبارك إيه؟ يقول لك والله خسران 20 مش كسبان 80. وده عكس معنى قبول العطاء بعد السعي. ساعات تسعى في شغل مثلا معين فتجيلك فرصة عمل معينة بعد جد وبحث منك، ارضى بيها وانت فيها، اسعى للي نفسك فيه بس. اللهم امين يا رب العالمين، يرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. صباح الرضا، صباح كل حاجة كويسة في حياتكم. عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. انتي فين يا خوخة وبتعملي ايه؟ احنا في سوق الخميس يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. ده دفايات بالكيلو وبطاطين بالكيلو. إيه اللي وداكي هناك يا خوخة؟ انا قلت اما اروح اتصور كده هناك واتفرج على الحاجة واشوف الاسعار ايه. عايزة أجيب دفايات من دي يا بنات بالكيلو أغطي بيها الركنة كاملة، يعني أعمل أكنها ركنة جديدة. طبعا الدفايات بتمسك كويس جدا، ما بتتحركش معايا وكده. وهنعمل النهاردة حاجات جميلة قوي مع بعض. أتمنى تنوروني وتدعموني باللايك وبالاشتراك منك فضلا يعني وليس أمرا، لو مش صعب عليك. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا. انتوا فخر ليا والله العظيم، وانتوا دايما اللي مشجعيني اللي انا اكمل. بفرح قوي اما بيخش لي كومنت جديد، باخد منه طاقة وباور اللي انا اشجع وانزل حاجة جديدة. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا كلته حماس، كلته نشاط، حاجة بسيطة كده مش هنعمل فيه أي حاجة. هو عبارة النهاردة اللي احنا رحنا السوق ووريت لكم شوية مشتريات. ايه هي المشتريات يا خوخة؟ جبت شوية لشغل الحلويات يا بنات. عايزة أقول لكم إن الأسعار غالية جدا. الحاجة اللي كنت بجيبها ب100 رحت جبتها ب120 جنيه، واللي كنت بجيبها ب50 جايبها ب70. يعني بصوا كل حاجة زايدة 10 جنيه وزايدة 5 جنيه. الله المستعان. وربنا يرخيها ويفتحها علينا امين يا رب العالمين. إيه طبعا يا حبيب خوخة فضلا يعني منك وليس امرا، ما تنسيش اللايك والكومنت الحلو منك يا حبيبة قلب خوخة. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكيكة بتاعتي ما شاء الله مطلعة معايا 5 ديسكات. إيه على 1 سنتي اللي هو الدرجة الأولى. وكمان الطبقة الأخيرة اللي هي ال5 دي أقل طبقة خالص فيها. غير الوش اللي بيترمى ما بنستخدمهوش. النهارده عندي اوردر لتورتايه بنوته كده اموره، ربنا يبارك لها وكل سنه وهي طيبه. قلت اعملها معاكم، انا ما بنزلش شغل الحلويات بتاعي على القناه، فانا حبيت هنا اعمله لكم عملي. انتوا دايما اللي عارفين خوخه او الصفحه بتاعه الفيسبوك هم اللي متابعيني وبيتفرجوا على الصور، ما بيشوفوش بقى التكلفه اللي في قلب التورته من جوه. هنا يا حبيب خوخه بقى كان الاسبونج بتاعي واخد 3 بيض، واخد 3 بيض ومية وسبونج جاهز. أنا عاملاه سبونج جاهز. طبعا طريقته سهلة جدا، لو أي حد حابب يفتح المشروع ده يتوكل على الله ويعمله. هو بص الرزق ده مش بإيدي ولا بإيد أي حد، ومحدش بياخد رزق حد.
يعني عشان مثلا اللي هيقولوا لي انت منزله الحاجه بكل التفاصيل ليا خلود، في ناس هتاخد الطريقه وتعمل، انا موافقه، انا موافقه الدنيا كلها تشتغل والدنيا كلها تكسب، ربنا يرضيكم جميعا ويفتحها عليكم من واسع. انا مش هاخد رزق حد ولا هم هياخدوا رزقي، فالرزق ده بتاع ربنا، ربنا اللي مقسم الارزاق، بتبقى المحلات جنب بعضها لازقه في بعضها ونفس المنتج وبيروحوا يشتروا من محل واحد، فالرزق ده بتاع ربنا. طبعا هنا يا بنات انا سقيتها سيرب، بيكون عبارة عن مية وسكر خفيف جدا وليمون وفانيليا، يعني بيكون سيرب خفيف جدا معايا. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا استخدمت 3 طبقات من الحشوات، اللي هي ايه بقى يا خوخة، حطينا صوص شوكولاتة وصوص مانجا وصوص توفي. الطوفي ده بخففه بشوية مية عشان ينزل معايا بطريقته تكون سهلة كده، ما يبقاش ايه متماسك في بعضه، عشان انا طبعا انا حاطة الحاجات كلها في تلاجة زي ما انتم شايفين كده في العلبة، وحطها في ايه على رف من التلاجة، ما بسيبش اي حاجة في مطبخي. طب انت ما بتسيبيش الحاجة بره ليه يا خلود؟ الجو ساقعة يعني وكده، انا زي ما اتعودت، يعني انا اتعودت ان انا اي حاجة بعينها في التلاجة، انتوا عارفين حتى النشا، الذرة، الفشار، والله كل حاجة كل حاجة بحطها في التلاجة. طبعا يا حبيب خوخي زي ما انتم شايفين كده، هنجلس الطبقات بتاعتنا، ما بنحطش كمية كبيرة من جوه، عشان ايه اللي ياكل ما يحسش اللي هو بياكل كريمة، لا بنحط كمية كده بالنظر متساوية. هنا طبعا ده التوفي اللي انا خففته بمية اللي انا قلت لكم عليه، مش هضيف معاه اي حاجة، هو التوفي لوحده طعمه اصلا يجنن، يعني طعمه حلو قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب خوخة، دي اخر طبقة معايا، وبنجلسها تجليسة خفيفة كده، وبندخلها الفريزر تتماسك شوية. طبعا ده مش الفينش الأخير، ده بيكون تجليسة كده خفيفة عشان ايه تلم معايا أي فرافيت من الكيكة، إيه عشان لما اجي اجلس تاني مرة تكون ايه كويسة معايا، ما تبهدلش الكريمة معايا والفتافيت دي تطلع بره في الفينش الأخير ويكون منظرها مش لطيف. طبعا بنحط كمية بسيطة كده زي ما انتم شايفين، اللي احنا ايه نداري العيوب زي ما بيقولوا، او نخبي الفرافيت الصغيرة اللي بتنزل منها. طبعا هتقولوا لي طب انت عاملاها شوكولاتة ليه يا خوخة؟ طبعا هو العميل هي اللي بتقول لي انا عايزاها فانيليا، عايزاها شوكولاتة، عايزاها نص شوكولاتة ونص فانيليا. وطبعا دلوقتي بقى متاح جدا التصميم، يعني اي تصميم انت محتاجاه او انت حباه لو جايباه حتى من على النت، الحمد لله وبفضل الله عليا بديء يعني بصممه. يعني الموديل ده انا كنت منزله له صور، ده كانت اول مره اعملها بامانه يعني، كنت منزله صور وهي اختارت صوره منه فانا صممتها. فانتي لو انت عارفه خوخه او متابعاني على الفيسبوك، او من المنطقه اللي انا فيها، اي رسمه انت حباها، اي حاجه يعني تخطر على بالك كده شفتها على النت، شفتها في اي مكان، الحمد لله وبفضل الله بنفذها يعني في الوقت اللي انت طالباه. وطبعا الحجز بيكون قبلها ب3 ايام، عشان لو في شغل معين في التورت، في طبعات بنطبعها، في عجينة سكر بنجهزها من اللي هي الرسومات، الحاجات دي كلها طبعا هم عارفين كل الكلام ده، فانا بقى هنا برضو بعرفكم عشان اللي مش متابعني على الفيسبوك. الحجز بيكون قبلها ب3 ايام يا بنات. وطبعا زي ما انتم شايفين حاجة البيت بتكون مضمونة جدا، بتبقى كل حاجة نظيفة، مفيش حاجة بقى اللي هم بيقولوا عليها بواقي مصنع، اللي ده تكمل ده وبواقي كيك، لا مفيش الكلام ده، بتتعمل بالطلب كده، كل حاجة فريش كده وطازة. اللهم بارك يا رب، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. الكريمة اللي انا مستخدماها كريمة ريتش المتحدة، عشان اللي سألني عليها قبل كده ونسيت اقول له، الكريمة اللي انا مستخدماها كريمة ريتش المتحدة يا بنات، في منها 3 انواع، في منها هايبر وفي منها مضرب وفي ريتش المتحدة. طبعا في حاجات كتير غير المتحدة، في عندكم دريم، في عندكم جولدن باك، اي نوع تفضلوه، بس انا اللي هي المتحدة ديت قوامها حلو معايا ومش بتسيح وبتبقى ممتازة يعني، وطعمها جميل جميل جميل. وبضيف لها برضو معلقتين بستر كريم، وبضيف لها معلقتين لبن بودرة ومعلقتين سكر، وبنتوكل على الله وبنعملها. هنا كده زي ما انتم شايفين جلستها يا بنات، وبالسكرابر بتاعي عملت فيها تموجات كده وحطيت الفراشات بتاعتي دي. اتمنى الفيديو يعجبكم واكون كده ضيفة خفيفة على قلبكم. اشوفكم في حفظ الله، مع الف سلامة يا احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا.